مساء الانوار العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير، نتمنى تكونوا لاباس عليكم ان شاء الله. ومع هاد الاجواء الصيفيه غادا نوجد معكم هاد الطبق الغني عن التعريف لكل شيء كيبغي لي بات. كل واحد وكيفاش كيبدع في لي بات لوليداتو ولعائلته والراسو. بيان سيغ يعني كل واحد كيبدع فيها، وكل واحد الطريقه ديالو ديال الطهي ديالها. اليوم ان شاء الله غادا نشارك معكم بعض المقتطفات كيفاش وجدت لي بات ديالي. انا نسيت ما هزيتش الكاميرا قبل من يلاه بديت هكا كنوجد فيها. كنعتذر لكم مره اخرى، ان شاء الله نبدا معكم لا فيديو من البدايه. هنا كيف كتلاحظوا ان لي بات ديالي انا اختاريت واستعملت هاد لي بات سباكيتي، هي اللي غنخدم بها اليوم هاد الطبق. سلقتها في الماء مع شويه الملحه شويه البزار ونقيطه ديال الزيت باش ما تعجنش. ربما كاين شي نوعيات ديال هكا ديال لي بات اللي كيتعجنوا، كندير انا دائما نقيطه ديال الزيت هكا باش ما كتعجنش. هكا كناخذ غير الاحتياط وصافي. وكندير معاها ورقه ديال عصا سيدنا موسى، وبعض المرات كنزيد اضافه آه، ديال الحبات ديال القرنفل حتى هما كنلوحهم هكا باش كيتنسموا. وكنسلقها لمده ديال 10 دقائق، ومن بعد صفيتها وخليتها. وبالنسبه للصوص الحمراء حتى هي استعملت فيها الثومه الربيع، معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، وشرائح ديال الديك الرومي حتى هما قطعت هكا الدجاج على شكل طولي، يعني تقدروا تستغنوا عليهم. داكشي اللي موجود اننا كنقضيو به وصافي. المهم هادشي اللي استعملت انا، وشحرت كل شيء مزيان مع العطريه كامله، ودرت معاها ورقه ديال الرند، اي ورقه ديال عصا سيدنا موسى. حتى هي شحرت كل شيء مزيان في شويه الزبيده. وكانت هذه هي لاصوص ديالي. من بعد ما طابت ليا لاصوص ووجدات انني خلطتها مع سباكيتي اللي كان ديجا واجده عندي مسلوقه، وخلطت كل شيء مزيان حتى دخل هذاك لاصوص في هذيك سباكيتي. تجانست ليا العناصر مزيان. ومن بعد منها هنا ديجا كنت وجدت حتى هي لاصوص البيشاميل، يعني راه غنيه عن التعريف، كل شيء كيعرف يصايبها. هنا بالنسبه للمبتدئات انا استعملت فيها 2 معالق ديال الدقيق، معلقه ديال الزبده كبيره، ونص لتر ديال الحليب. وكانت هذه البيشاميل انا كنبغيها هكا تكون ثقيله. من بعد ما بدات كتقال درت فيها شويه الملحه وشويه البزار هكا نسبت بها البيشاميل. ومن بعد ما تجانست ليا العناصر الاولى لاصوص الحمراء مع لي بات، هنا راه خديت لاصوص البيشاميل وخويتها من الفوق ديال الصينيه ديال سباكيتي. وحاولت انني نوزع هكا الفرماج بهذه الطريقه، يعني اي فرماج عندك تقدري تستعمليه. وكاين اللي كيكتفي غير الا ما عندكش الفرماج الموتزاريلا ولا الفرماج الحمر، الا ما عندكش ولا الفرماج مربع تقدري انك تكتفي غير بالبيشاميل. حتى هي كتجي واحد الطبقه غزاله بزاف وطبقه بنينه. كتجي يا سلام، ما نعاودش لكم البنات غير جربوا هذه الطريقه، كتجي غزاله بزاف. يعني الناس اللي ما كيتوفرش لهم هكا الفرماج يقدروا يستعملوا غير طبقه ديال البيشاميل ويزيدوا عليه هكا منسمات ديال شويه الزعتر او زعيطره ولا شويه اليازير، كيكونوا هكا تحكيهم. وانا هنا عندي الفرماج ديجا متوفر ليا الفرماج، انني حكيته ودرته من فوق صوص بيشاميل، وزدت عليهم هكا حكيت ما بين ايديا شويه ديال الزعتر والزعيطره، وحتى هما رشيتهم باش يعطيوني هذاك المذاق ديال الزعتر. كيتوالم بزاف مع الفرماج ومع هاد الاكله كامله كتوالم بزاف مع الزعتر والزعيطره. وكان هذا هو الطبق ديالي. وهنا مني قديته انني نخشيه في الفران مده تقريبا ديال 15 دقيقه، من 10 دقائق حتى 15 دقيقه. وصدقوني البنات هاد الطريقه بسيطه ولكن المذاق ما نعاودش لكم، مذاق زوين. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه ديالتي. زعما خفا زربا بالنسبه هكا تكون جاي عيان من الخدمه ولا اما فك ما توجدي شي حاجه هكا اللي تبقاي واقفه فيه بزاف في الكوزينه. هاد الطريقه بالزربه، والاهم انها بنينه وغتعجب وليداتك هما اللي الدار وغتعجبك حتى انت سيداتي. نتمنى انك تجربيها. وكان هذا هو الطبق ديالي من خرجته من الفران. كان هذا هو الطبق ديالي. ما نعاودش لكم البنات وما نشكرش لكم راسي،
طبق غزال بزاف. جات هاد الصينيه ديال لي باط وغزاله وحماقوا عليها وليداتي، وانا اصلا كنوجدها لهم بزاف بهذه الطريقه. وبعض المرات ما كيكونش متوفر عندي الفرماج، يعني كندير لهم غير بالصوص بيشاميل حتى هي كتجي غزاله. وبعض المرات كندير لهم هكا طبقات. ان شاء الله غدا نشاركها معكم في فيديو اخر ان شاء الله بالتفصيل. وان شاء الله غدا نحط لكم من البدايه ديال لا فيديو يعني الطرق كامله ديال لي صوص انني نشاركها معكم ان شاء الله. ونتمنى ان يعجبكم لا فيديو ديالي، والا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش بالدعم ديالكم بالضغط على زر الاشتراك باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله، وباش تكبر القناه باش تكبر العائله بحول الله. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم، التعاليق المحفزه وحتى التعاليق السلبيه، حتى هي كتعطيني طاقه ايجابيه باش نزيد لقدام وباش نحسن من المحتوى. شكرا لكم بزاف بزاف، الله يخطيكم عليا وبالصحه والراحه.